أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. هتكلم معاكم النهاردة على موضوع كلنا بنحس بيه، اللي هو إزاي نتعامل مع ضغوط الحياة. في كذا نوع من الضغوط، في ضغوط منها نفسية وفي ضغوط جسدية، والاتنين مرتبطين ببعض. الضغوط الجسدية اللي زايدة عن اللزوم بتأثر على الحالة النفسية، والضغوط النفسية اللي زيادة عن اللزوم بتأثر على الحالة الجسدية. ناس كتير بيمرضوا من الضغوط النفسية. الضغوط سواء نفسية أو جسدية، في منها بنقدر نتحكم فيها وفي منها ما لناش تحكم. إيه اللي بنقدر نتحكم فيه؟ لو كانت الضغوط النفسية دي نتيجة عن اختيار شريك حياة غلط، اختيار مكان شغل مش مناسب لنا، اختيار نوع الشغل اللي بنعمله مش حابينه، فده ممكن نتحكم فيه. اللي ما نقدرش نتحكم فيه اللي هو مثلا ظروف حصل للأسف حادثة وحشة بالعربية اتدمرت والعربية مكلفة. طيب على حسب التأمين اللي احنا عاملينه على العربية، حتى اللي هي مراحل الشغل مع التأمين دي بتعمل ضغوط نفسية. الواحد بيتشل إلى درجة معينة، لازم يأجر عربية، عايز يروح الشغل. طب هيروح الشغل ازاي؟ في وقت لازم ياخد وقت من الشغل عشان يخلص الأوراق بتاعته، وقت يبقى فيه مشاكل. المهم دي بتبقى حاجة الواحد ما عندوش تحكم فيها. حصلت، كان لازم تحصل، حصل حادثة، سواء بقى الواحد غلطان مش غلطان، كتير بيبقى مش غلطان وكتير بيبقى غلطان، بس كده ولا كده حصل حاجة عاملة ضغوط نفسية على الواحد. ايه كمان ما بنقدرش نتحكم فيه؟ لو مرضنا، اوقات بنمرض مدة قصيرة، مرض بسيط، اوقات بنمرض مدة طويلة، مرض مش بسيط، مش قادرين نتحكم فيه. بس عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الضغوط دي. نتكلم الاول على الضغوط اللي احنا نقدر نتحكم فيها، اتكلمنا عليها قبل كده فمش هطول فيها ابدا. الواحد يختار شريك حياته بعقل وقلب. طبعا القلب عامل كبير، لكن العقل برضو لازم ما يخليش الواحد يوقع نفسه في مواقف تبقى بسبب له هو وشريكه ضغوط نفسية. هيختار أصدقائه، هيختار الأماكن اللي بيروحها، هيختار المواضيع اللي بيتكلم فيها، لأنه كتير قوي المواضيع اللي بنتكلم فيها بتسبب مشاكل وخلافات وعدم راحة نفسية. فالشطارة إن الواحد خلاص بيتعلم، بيشوف إيه المواضيع اللي بتخليه يختلف مع أصدقائه، والاختلاف ده ما بيبقاش بهدوء، وزي ما احنا بننصح نقبل الاختلاف وجهات النظر. أهم حاجة ما بتحصلش في مجتمعنا، نسمع لبعض كويس، ما نقاطعش بعض، لأن المقاطعة دي بتزود النرفزة. أهم حاجة أسمع رأي الآخرين، هم يسمعوا لي، وممكن قوي نتفق إن احنا مش هنتفق، ما يجراش حاجة، خلاص كل واحد رأيه كده، نغير الموضوع. دي حاجة لنا تحكم فيها. الشغل إلى حد ما لنا تحكم فيه، مش بسهولة. ما فيش حاجة عايزين نغيرها هتبقى بسهولة جدا، لأنه احنا عارفين ما فيش مجال شغل كتير، في أوقات بتبقى صعب جدا واحد يلاقي وظيفة. لقينا الوظيفة الحاجة اللي احنا بنحبها، لكن مديرنا صعب جدا، مش قادرين نتفق معاه. احنا اتفقنا انه مش هنقبل حاجة تكون هتبوظ لنا حياتنا، لازم نغيرها. عشان نغيرها لازم ناخد خطوات معينة. فدايما زي ما بقول، دايما اسهل طريقة انه نجيب ورقة وقلم. نمرة 1، نحدد سبب الضغط النفسي. خلاص عرفنا، نبتدي نشوف ايه امكانية ان احنا نتعامل مع الضغط ده. عايزين نغير الظروف عشان يقل الضغط ده، يبقى ابتدي اشوف ايه الافكار الجديدة. طيب اغير مكان كله؟ طيب يا ترى في وسيلة ان اقدر اروح اتكلم مع حد فوق مديري واسأله ازاي اقدر اتعامل مع مديري، لانه مش عارفين نتعامل مع بعض وده مسبب لي ضغط نفسي جامد. ممكن قوي بعد ما اتكلم مع اللي فوق مديري يكون الطريقة الوحيدة انه اغير مكان العمل. اوكي، يبقى الخطوة نمرة 3، هبتدي ابص على اماكن عمل، اكتب الخطوات اللي اعملها. واهم حاجة انه لما اقرر انا محتاج اغير، ابتدي باول خطوة، طول بعديها تاني خطوة، فهبقى في طريقي اني بقلل الضغط. طبعا الضغط ما بيبقاش دايما هو بس الشغل، زي الضغط بقى اللي بيبقى صعب الواحد يتحكم فيه، زي ما قلنا، يا اما مرض شخصي، يا اما مرض فرد من الأسرة محتاج عناية، وبيبقى فيه دايما قلق أما حد مريض، على حسب نوع المرض، على حسب قوة المرض. لو المرض قوي يبقى ألاقي لو مسبب لي سواء في شخصي أو في شخص معايا عايش معايا بحبه، حتى ما فيش حاجة اسمها ما بحبوش، بحب الشخص اللي عايش معايا، أفراد أسرتي، يبقى أبتدي أبص على وسيلة يبقى في جدول يديني أنا كمان الفرصة إنه أريح. في كذا طريقة، أو
اوقات بيبقى فيه القرايب، اوقات بيبقى فيه اصحاب بتفق معاهم يجوا يبقوا مع الشخص المريض لمدة معينة، يا اما ايام معينة نبقى اتفقنا اليوم الفلاني هتيجي فلانة، اليوم التاني هيبقى مثلا 3 مرات في الاسبوع في حد هيجي، حد من المريض بيحبه هيجي يقعد معاه يتكلموا يتسلوا مع بعض. ولو انا اللي بعتني بالمريض ادي نفسي فرصة اغير عشان الضغوط النفسية تقل واقدر اكمل العناية اللي انا بديها. المهم اللي فعلا نعمله مع نفسنا اللي هو نحدد مصدر الضغط، نحدد الهدف، ونحدد خطوات اللي هناخدها لتقليل الضغط ده ونبتدي فيها. في طبعا لو هنقول في ضغوط جسدية بتأثر علينا بتهلكنا، بيبقى حد شغلته فيها مجهود جسدي ممكن أو يكون عدد ساعات شغله طويلة تاجي قليلها. في أوقات أشخاص بتاخد وظيفتين، طبعا بيبقى معروف ليه بيبقى الواحد بياخد وظيفتين معظم الأوقات عشان يزود الدخل. لو هيزود الدخل، لو قرر لا الضغط الجسدي ده مأثر عليا ومش هقدر أكمل كده، أو يعني في الآخر نتيجته هتبقى سلبية جدا، يبقى يا ترى أقدر أسيب وظيفة؟ طب لو سبت وظيفة هيأثر على دخلي، هقدر أكمل على نفس المستوى اللي أنا حاطه لنفسي؟ إيه العمل؟ طيب يا ترى أقدر أبتدي أمرن نفسي إنه يبقى عندي وظيفة جنب الوظيفة دي غير جسدية مش عدد ساعات طويلة، عشان برضو تديني وقت أرجع لبيتي وأسرتي، أغير أعمل حاجة تانية غير شغلي، عشان برضو ما أقدرش أبقى زي المكنة بصحى أروح الشغل أشتغل وأرجع مش طايق نفسي تعبان. لا، لازم برضو يبقى في وقت أتسلى مع عيلتي مع أصحابي أغير. طبعا مش سهل لما يكون الموضوع كمان أساسه مادي، لكن في طريقة. لو محتاج أشتغل كتير أبتدي أشوف شغل غير جسدي عشان يبقى عندي الاتنين. لو محتاج مثلا استشير ناس، طب يا ترى ايه الشغل اللي ينفعني؟ طبعا اتكلم يا اما مع ناس مختصين يا اما مع اصحاب لو كانوا يعرفوا ينصحوني او هم عندهم خبرة. انا شخصيا مرة الفترة دي بحاول أقلل ساعات التدريس الجسماني وأزود شوية من التدريس الأونلاين الاستشارات عشان يبقى في توازن وما بقاش نفسيا وجسديا تعبانة. اتفقنا هتجربوا وهتكتبوا الخطوات، ولو عندكم أسئلة اسألوني، وإن شاء الله هنتقابل يوم السبت الجاي لايف، وياريت تعملوا لايك للصفحة دي.